إذا كنت بألمانيا وحاسس إنه من الشغلات يلي موقفة تطورك بدراستك وبشغلك هو لغتك ولهجتك الألمانية، فهذا الفيديو لك. نحن اللي مالنا ولدانين بهذا البلد عنا دوما شعور إنه اللي لغته الألمانية لغته الأم رح يتفوق علينا بكل المجالات، وخاصة بالشغل. قبل سنة ونص بدأت بشغل جديد بشركة من أكبر شركات الآي تي بالعالم، وكانت اللغة الألمانية والمواعيد والاجتماعات تقريبا 90% من شغلي. بالبداية كان دوما هاد خوفي وتفكيري، مستحيل إني أتفوق على الناس يلي لغتهم الألمانية لغتهم الأم، وفي شي واحد بس خلاني وصل لمراحل هن ما قدروا يوصلوها. هذا الشيء خلاني أوثق بحالي بلغتي بقدراتي مع الوقت، وأعيد بناء ثقتي بلغتي الألمانية. هلا ممكن تقلي معناتها أنت ياسر ما بتغلط وقت تحكي ألماني. لا، أنا بغلط وبغلط كتير وعندي لهجة كتير قوية، بس الشيء الوحيد اللي ميزني حتى عن الألماني هو التحضير. إذا غيرك بلغة الأم حضر نص ساعة، أنت لازم تحضر 5 ساعات. ممكن تقضي السهرة كلياتها أنت قاعد عم تحضر. لازم تتخيل بالتفصيل المواقف يلي ممكن تمرق فيها. طيب هلا ممكن تقلي مستحيل، ما ممكن هذا الشيء، ما في وقت كافي للتحضير. جوابي لك انك لازم تحضر باي وقت فراغ عندك خلال يومك، حتى لو ما كان وقت شغلك. انت ممكن تفكر انه بدك تعيش عمرك وانت قاعد عم تحضر، لا، اطمن من هاي الناحية. انت بحاجة لشهرين 3 6 اشهر ماكسيموم سنة كاملة تعب وقلة نوم وتحضير. بعد الصبر هذا لمدة سنة لمدة 6 اشهر، شوف شو ممكن يصير معك. اوعك تسمح لتفكيرك هذا يخليك تفشل وتستسلم لهي اللغة الصعبة. مستحيل بحياتنا نتقنها ونحكيها مثل يلي تعلمها هو صغير.